السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده يا رب. اليوم جبت لكم فيديو جديد، غادي نوجد معكم الرجله اللي فوائد ديالها كثيره كثيره وصحيه كذلك. نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ونبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الرجله، عندي هنايا الرجله هذه مغسوله مزيان من التراب، كتكون فيها داك التراب، خصو تغسلوه مزيان مزيان وخليوه يتقطر يقطر من الماء. يعني الا غسلتوه مثلا في الصباح خليوه يقطر حتى العشيه، خصو ما يكونش فيه الماء، يكون ناشف كما كتشوفوا معايا. واختاروا النوع اللي يكون عنده الشطباكه طويله، لان كتكون طريه. هنايا بديت كنقطع، صافي انا نشف هنايا من الماء وبديت كنقطع كما كتشوفوا. خصنا نقطعوا على الطريقه هذه رقيقه. صافي انا غادي نكمل. خصوصا بالنسبه للبنات المبتدئات، هاد الرجله هذه كتجي زوينه بزاف وبغيت نشاركها معكم بالطريقه ديالي اللي كنصايب انا، وكتجي لذيذه. صافي كنبقى نجمع هاد الرجله بحال هكا ونجبد نحيد هاد الشطبات هادو اللي عندنا في التالي بحال هكذا. سهله وكتجي لذيذه بزاف. صافي غادي نبقى ندير وحده بحال هكا. صافي وغادي نبدا نقطع. غادي نحيد هاد العروق ديالهم اللي غلاضين، غادي نحيدهم بحال الشكل ديال البقوله تماما. صافي وغادي نبقى نقطعهم رقاق بهذه الطريقه بحال هكا. حاولوا انكم ترقوهم باش ما تجيكمش من يطيب ما تجيكمش غليظه بزاف. بالنسبه الا بغيتوا تخليوها ديروها وطيبوها وديروها في كونجيلاتور، يعني تقدروا ديروها ولكن ما تقوموهاش وديروها في كونجيلاتور. يعني حتى خصكم غير طيبوها وطيبوها مزيان صافي وديروهم في البلاستيك نتاع الكونجيلاتور وخليوها فوق ما بغيتوا تحتاجوا تصايبوها. ديروا لها غير الشرمونه، يعني وجدوا لها غير الشرمونه بحالها كما قلت لكم، بحال البقوله. انتما كما كتشوفوا معايا هنايا راني كنت بديت بعدا كنقطعها، وكما كتلاحظوا راه ما فيهاش الماء، راها ناشفه. هانتوما الا خليتو فيها الماء ما غاديش تجيكم مزيانه، غادي تجيكم باسله. من الاحسن انكم تخليوها تنشف من الماء لان اصلا هي راها فيها الماء. صافي غادي نبقى نكمل، غادي نبقى نعزل بحال هكا ونشوف بطبيعه الحال الا كانت شي وحده هكذا مدباله ولا هذه كنحيدوها. وكنحيدو هاد الشطبات كما قلت لكم بحال هكا. هادو كامل خصهم يتحيدوا صافي ونبداو نقطعوها رقيق. كما كتشوفوا معايا البنات، بعد ما قطعتها على هاد الطريقه هذه وساليتها، دابا غادي ناخذ طنجره ديال الضغط، غادي ناخذ الكوكوط، غادي نخوي فيها ديك الرجله اللي قطعت. حسب الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما. الا كان اللي ديروا كميه كثيره بطبيعه الحال راه كل كميه كتحتاج القوام ديالها كتكون دوبل. انا غادي نعطيكم على حسب الكميه اللي درت. عندي هنايا زلافه ديال المعدنوس والقزبر مخلطين مع بعضياتهم، عطني زلافه. وغادي نضيف لهم معلقه صغيره ديال الملحه بطبيعه الحال على حسب الذوق. وعندي هنايا معلقه كبيره نتاع الكمون. غادي نضيف كاع العطريه في مره واحده. عندي هنايا معلقه كبيره نتاع التحميره اولا فابريكا. عندي الثومه، عندي هنايا 4 حتى 5 ديال الفصوص ديال الثوم. انا راني حكيتها هكذا بالحكاكه، تقدروا نتوما تحطوها غير هكاك حبات حتى طيب مزيان، ومن بعد غادي تبقاو تقدقوها ملي تكونوا كتقليو فيها. صافي عندي هنايا معلقه صغيره ماشي ما عمراش، يعني راس معلقه صغيره تاع السودانيه او ليله عندكم الهريسه. غادي نضيف كاس ديال الماء، وغادي نضيف لها نصف كاس ديال زيت الزيتون.
ما ديروش زيت المائده، لان هاد الرجله ما كتجيش معاها زيت المائده، ضروري خاصها زيت الزيتون. غادي نحرك هاد العناصر مع بعضياتها كما كتشوفوا معايا. حتى كتنسجم مزيان مع بعضياتها. راه ما غاديش نضيف لها الماء، لان اصلا هي من غادي طيب غادي تطلق الماء ديالها. انا ما غاديش وكما كتشوفوا كما لاحظتوا معايا انا درتها كلشي في الطنجره ديال الضغط. ما بغيتش نديرها في البرمه نفورها، لان ملي كتطلق داك الماء كتجي شي شويه باسله. انا كنفضل كندير لها بحال هاد الطريقه هذه صافي. وغادي عندي هنايا نص حامضه مصيره، غادي نقطعها طريفات صغار معاها. كتعطينا ديك الحموضه كطيب معاها كتجي زوينه بزاف. وعندي حامضه هنايا حتى نعصر نص ديالها ديال الحامض حتى الاخر، يعني من غادي نطيب لي هاد الرجله مزيان غادي نخليها، غادي نقليها مازال شي شويه باش غادي نشفها مزيان من الماء اللي الا بقى فيها شي ماء. ديك الساعه غادي نزيد لها الحامض نص حامضه معصره. نتوما على حسب اللي بغيتو. الا بغيتو تكتفيو غير بهذا الحامض مصير صافي ديروا الحامض مصير صافي. غادي نحرك مزيان هاد العناصر بحال هكا باش تدخل مع بعضياتها مزيان. يعني طريقه هكا سهله وكتجي كيدخل فيها كلشي، ديك العطريه داك الكمون وداك الشيء كلشي كيدخل فيها، والملحه والزيت البلديه. كنرجع نرجع نعاود لكم ونذكركم خصك ضروري الزيت البلديه، لان الزيت المائده راه ما كتصلحش، ما كتجيش معاها مزيانه. صافي انا غادي نسد طنجره الضغط، غادي نخليها طيب لي تقريبا واحد 30 دقيقه. وغادي نديروها على النار اللي تكون شويه متوسطه، ما ديروهاش مجهده، ديروها النار متوسطه وخليوها 30 دقيقه. ومن بعد غادي نرجعوا باش غادي نقليوها مع بعضياتنا نوريكم الشكل النهائي. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا طابت ليا الرجله كما كتشوفوا ما فيهاش حتى نقطه ديال الماء. هانتوما دابا غادي نخويها هنايا في هذه المقله. غادي ناخذ المقله وغادي نخويها باش نزيد نخليها تقلى مزيان، باش حتى الا بقى فيها شويه ديال الماء ولا شي حاجه ترجع تقلى. لان انا غادي نزيد لها شويه ديال الحامض، ما نزيد لها لا زيت لا حتى شي حاجه، راه كلشي فيها. صافي انا غادي نزيد لها شويه ديال داك نص حامضه اللي قلت لكم، غادي نعصر عليها نص حامضه. صافي غادي نزيد عليها واحد نص حامضه كما كتشوفوا معايا بحال هي نص حامضه، غادي نعصرها. صافي وغادي نديرها على البوطه، غادي تقلى لي مزيان حتى تنسجم داك الحامض مزيان في الرجله. صافي وغادي نقدموها ان شاء الله الطبق النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاع الرجله ديالنا بعد ما طابت كما كتشوفوا معايا. زينتها بشويه ديال الزيتون مع الجناب، ودرت الحامض مصير في الوسط. التزيين غادي يبقى على اختيار ديالكم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. واللي عجبكم بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم وتبارطاجيوها للاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. والناس الجدادين كما ديما كنرحب بكم، كنقول لكم مرحبا الف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على الجرس وابوني باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.